السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هحكي عن موقف بسيط قوي. طبعا كان في أخت حبيبة ليا، كنا بعد ربنا السبب في زواج ابنها، وشافتني من فترة قالت لي يعني قريب مش من بعيد يعني، قالت لي أنا عايزة أجي أجيب لك السبوع بتاع ابن بنت ابني. فأنا من جوايا بصراحة مبسوطة قوي يعني. يا ست انا مش عايزه. قالت لي لا والله يا ابله كريمه لازم اجيب لك السبوع بتاع ابني، ربنا يبارك لك يا رب، انت اديتيني هديه، مرات ابني دي هديه وانا بحبها وربنا يبارك لك. فانا بصراحه بتكلم عن حته الاصول. يعني ناس سبحان الله يعني اخلاقهم طيبه وناس طيبه، حتى فرح ابنها جات بصراحه عزمتني. بس انا عامه في العموم انا بتحرج اروح اي فرح والله يعني. في العموم يعني اي فرح بتحرج اروح فيه، بس هي طبعا عزمتني، وحتى والدة العروسه عزمتني ان انا اروح. في ناس بتبقى اصيله، في ناس يعني سبحان الله. طبعا على الباب الثاني في ناس اول ما يحصل نصيب تقول لك لا احنا نتكسف ان الموضوع ده يجي عن طريق جروب او يجي عن طريق حد، مع ان يعني كل الدنيا ماشيه على كده. الناس دلوقتي بقت مقفله على نفسها، في اهالي وبناتهم ما بيطلعوش من البيت، في ناس ما بيطلعوش خالص ولا بناتهم بتطلع ولا ليهم علاقات اجتماعيه خالص، في محصورين بين تروح شغلها تيجي من شغلها فقط لا غير، ما حدش يعرفها الا اذا كان واحد يقول في بيت في بنوته في البيت دون او في بنوته في الحته الفلانيه، فالناس بتدل على الخير. فاحنا يا رب يا رب كل انسان طيب، وكل انسان بيعترف، بيقول لك من بيعترف بالخير من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. فطبعا انا بحب حته الوصول او حته التقدير جدا، يعني مش هتخسر حاجه لو قدرتني. طبعا بحبكم في الله جدا جدا جدا، ويا رب الطفل الجديد دون يكون سبب السعد لاهله يا رب، ويتربى في عزهم، ويا رب احلى اسبوع في الدنيا، وكل سنه وانتم طيبين. وطبعا هو تاني اسبوع او ثالث اسبوع في جروب الخطبه تعود او الشاعره كريمه. طبعا انا افضل ان انا اكون الشاعره كريمه قبل حكايه الخطبه دي، لاني حاسه موضوع الخطبه دي ممكن يكون فيه تقليل من الشأن ولا حاجه، لكن في النهايه بحبكم جدا، بحبكم في الله قوي، واتمنى يا رب اشوفكم دايما في الخير، واتمنى انتوا تدعوا لي بالخير زي ما في ناس بتقول لي احنا بندعي لك دايما، ودايما احنا فاكرينك بالخير، وانا فاكراكم دايما بالخير والله العظيم، واتمنى لكم يا رب الخير دايما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.